نصيحة للآباء يا أيها الأب، ونصيحة للأمهات أيتها الأم. ما تصوريش ولادك وديريهم في المواقع على سبحان الله انت بهذا الفعل، ولا انت ايها الاب بهذا الفعل راك تحطم في وليدك، لان العين حق. ومن بعد يجي يقول لك يا شيخ وليدي مريض، وليدي مدبدب، وليدي صغير وما يرقدش، وليدي يدير واحد الافعال واحد الحركات. سبحان الله انت عرضت لوليدك للفساد، عرضته للضرر. علاش تصور وليدك وديرو؟ كاع الناس عندهم ولادهم. الا انت الحمد لله الحمد لله ربي عطاك هذه النعمه، الا انت تصور وليدك خاش تحبه، الناس كاع يحبوا ولادهم. الا انت تصور وليدك خاطر ربي عطاك ذريه، الناس كاع ربي عطاهم ولادهم. علاش تعرضوا للعين؟ والعين الحق. النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الزمن ما كان لا تصوير لا شيء، ومع ذلك كان كل يوم يمسك الحسن والحسين ويعودهما خوفا عليهما من اذى العين، ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهذا الدعاء إبراهيم، وأنت تصور وليدك باش يشوفوا آلاف الناس. على أي سبب؟ إلى شباب نعمة من عند الإله، حتى الناس عندهم ولادهم شابين. خلي هذه الأمور ليك، لأنه أول من يدفع الثمن هو وليدك. عجيب الناس يا إخوان، كل حاجة يصوروا، يأكل معاه، يخرج معاه، ومن بعد يجي والله من بعد يجي لك يقول لك الشيخ وليدي مدبدب مريض ما يرقدش، يعيط في الليل ينوض يبكي. سبحان الله، كاين انسان يشوف يقول الله يبارك، كاين ما يقولش، وانت السبب فيما وصل اليه.